في ضوء الخبره اللي حضرتك توجهت ليها وتاثرت بيها، ازاي بتشوف ان تاثير السوشيال ميديا على المنظومه الرياضيه بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني السوشيال ميديا عامله مشاكل كتير جدا، لانها طبعا هي من ناحيه انها يعني ادت الحق للناس انها تتكلم بشكل عام يعني. مم. وده يعني ليه جانبين، في جانب سلبي وفي جانب إيجابي. يعني كل ما كانت الناس بتتكلم بايجابيه كل ما كانت النتيجه احسن. لكن بتتكلم بشكل سلبي وما عندهاش خبرات خاصه بالموضوع اللي بتتكلم فيها، بلا شك تاثيرها برضه بيبقى سلبي. فده لكن هي بشكل عام حريه ابداء الراي يعني بشكل عام. طيب الانديه كانت قبل انتشار السوشيال ميديا كانت في قرارات بتصدر، واكيد حضرتك كرئيس نادي الزمالك قبل كده كنت بتاخد القرارات قبل انتشار السوشيال ميديا. شايف ازاي تاثير السوشيال ميديا على القرارات اللي بتتاخد حاليا مقارنه بالماضي كده؟ بص، هو بلا شك حريه الراي دي حاجه اساسيه بالنسبه للناس وبالنسبه للناس بشكل عام. لكن في نفس الوقت لازم يبقى مع القرار اسبابه. يعني لازم، يعني لما بتاخد مني قرار لازم انا كمان احدد الاسباب اللي بناء عليها انا خدت هذا القرار بالشكل ده. وده بيبقى مهم جدا مع السوشيال ميديا. وطلب ان احنا نوضح الاراء دي لازم للجمهور يعني. لازم، يعني ما ينفعش اطلع قرار وخلاص. ما هو القرار ده هياخد ناس هيبقى معه وناس هتبقى ضد. لكن كل ما انت كان القرار ايجابياته اكتر بالنسبه للراي العام كل ما كانت النتيجه المحتمله ان يبقى معاك الاغلبيه، لان مفيش قرار الناس كلها تبقى في اتجاه واحد.